مش كل اللي عنده كرش بيبقى تخين، ومش كل اللي جسمه شكله حلو بيبقى صحته كويسة. ممكن يبقى شكلك رفيع علشان الحرق عندك عالي، بس أكلك غير صحي وعندك نوع خطير من الدهون. النوع ده ممكن يتخزن جواك حوالين الكبد والبنكرياس والأمعاء من غير ما يظهر على الميزان ومن غير ما يبان في المراية. اسمه الدهون الحشوية. الدهون دي ممكن تزود فرص الإصابة بالضغط والسكر ودهون الكبد وأمراض القلب، حتى لو شكلك كان من بره عادي تماما أو وزنك طبيعي على الميزان. وده اللي هيخليك تبص لنفسك بطريقة مختلفة بعد الفيديو ده، لأن النهاردة هنعرف يعني إيه دهون حشوية، وليه بنخاف منها أكتر من الدهون الطبيعية اللي تحت الجلد، وإزاي تكتشف إن عندك دهون حشوية من غير تحاليل وتبدأ تتخلص منها بخطوات بسيطة وفعالة. ما هي الدهون الحشوية وليه اسمها كده؟ الدهون في الجسم مش كلها نوع واحد. في دهون بتتخزن تحت الجلد ودي اللي بنشوفها في المراية، وفي دهون تانية بتتخزن جوه البطن بين الأعضاء نفسها. النوع ده اسمه دهون حشوية أو فيسرال فات. والمشكلة إن محدش بيتكلم عنها. هي مش مجرد زيادة وزن، دي تعتبر نوع من أنواع الخطر الداخلي، لأنها بتتجمع حوالين الكبد والمعدة والأمعاء والكلى وأعضاء تانية حساسة جدا. وسميت حشوية لأنها بتتخزن في الحشايا أو في الأحشاء الداخلية. اللي بيميزها إنها مش واضحة لا بالشكل ولا بالوزن. يعني ممكن يكون الشخص وزنه عادي أو حتى رفيع، ومع كده عنده كمية دهون حشوية وهو مش عارف. طب ليه؟ لأن تراكم الدهون ده مرتبط أكتر بنمط الحياة ونوع الأكل، قلة الحركة، الضغط العصبي، مش بس بالوزن الكلي. يعني ببساطة في فرق بين الجسم الخفيف على الميزان والجسم الصحي. تخيل أعضاء جسمك شغالة طول الوقت، وفجأة بدأت تلاقي طبقة من الدهون بتخنقها أو بتضغط عليها أو بتعطلها عن شغلها. طب ليه الدهون الحشوية أخطر من أي دهون تانية؟ الدهون الحشوية مش مجرد مخزن للسعرات الزيادة، دي أكتر من كده بكتير. هي عاملة زي عضو نشط بيشتغل ضدك مش معاك. أولا، بتفرز مواد التهابية اسمها inflammatory cytokines، وده معناها إنها بتخلي جسمك في حالة التهاب مزمن من غير سبب واضح، وده بيزود خطر أمراض القلب ومقاومة الأنسولين، وبيعمل لك خلل في المناعة. ثانيا، بتضغط على الأعضاء الداخلية للجسم، كلها بتبقى أعضاء حساسة ومحتاجة مساحة علشان تشتغل بكفاءة، والدهون الحشوية بتقفل عليهم المكان وبتقلل من كفاءتهم. ثالثا، علاقتها المباشرة بمشاكل خطيرة. الدهون دي مرتبطة بنسبة أعلى من أمراض القلب التاجية، ضغط الدم المرتفع، النوع التاني من مرض السكر، دهون الكبد غير الكحولي، واضطرابات الهرمونات خاصة عند السيدات، وبعض أنواع السرطان زي سرطان القولون والبنكرياس. والمشكلة كمان إنها مش بتتحرق بسهولة زي الدهون العادية، وبنسميها الدهون العنيدة. يعني حتى لو بدأت تخس، الدهون الحشوية بتحتاج وقت ومجهود عشان تقل، خصوصا لو نمط حياتك اليومي فيه توتر ونوم قليل وأكل غير متوازن. يعني ممكن تكون خسيت 3 أو 4 كيلو، لكن المشكلة لسه موجودة. والحل مش مستحيل، بس محتاج تركيز على النوع الصحي من التغيير. بس قبل ما نتكلم عن الحل، تعالوا نشوف الأول إزاي تعرف إن عندك دهون حشوية حتى لو شكلك مش تخين. من أخطر الحاجات في الدهون الحشوية زي ما قلنا إنها بتتراكم في السر من غير ما تسبب علامات واضحة زي الوزن أو الشكل. لكن في شوية مؤشرات لو ركزت فيها ممكن تديك فكرة قوية إذا عندك أو لأ. أولا، شكل البطن. لو بطنك بارزة لقدام بشكل صلب ومدبب شوية، فده ممكن يكون علامة على تراكم دهون حوالين الأعضاء مش بس تحت الجلد. الناس اللي شكل جسمهم شبه التفاحة أو أبل شيبد بادي غالبا عندهم دهون حشوية أكتر من الناس اللي الدهون عندهم في منطقة الأرداف والفخدين، اللي هو شكل الكمثرى. تاني حاجة، قياس محيط الخصر. هات متر ولفه حوالين خصرك عند مستوى السرة، ولو راجل والمقاس أكتر من 102، أو ست والمقاس أكتر من 88 سنتي، فده بيدل على إن في تراكم دهون داخلي أعلى من الطبيعي لو وزنك مش عالي. تالت حاجة، أعراض غير مفسرة أو متكررة. إنك دايما بتحس بتعب بعد الأكل، أو بتنهج بسرعة من أقل مجهود، أو عندك مقاومة لنزول الوزن رغم إنك بتحاول كتير، أو تحاليل الكوليسترول أو الدهون الثلاثية عندك فيها مشكلة. كل ده ممكن تكون إشارات إن جسمك بيتعامل مع تراكم دهون جوه حوالين الأعضاء. رابع حاجة، تحليل دهون الجسم أو البادي كومبوزيشن. بعض أجهزة الإمبادي أو الديكسا سكان ممكن تقيس نسبة الدهون الحشوية بدقة، بس ده مش متوفر غير في المراكز الطبية أو الرياضية المتخصصة.
وعشان نعرف الحل لازم نفهم كويس أسباب تراكم الدهون الحشوية. الدهون الحشوية مش بتتراكم من يوم وليلة، هي نتيجة أسلوب حياة، قرارات يومية وحاجات بنعملها من غير ما نحس. وهقول لكم أكتر 5 أسباب بتخلي الدهون الحشوية تزيد. واحد، الأكل العالي في السكر خاصة الفركتوز، العصائر الجاهزة أو الحلويات أو المشروبات الغازية كلها مليانة فركتوز، وده نوع سكر بيروح على الكبد بسرعة وبتحول بسهولة جواه لدهون بتتراكم حواليه، خصوصا لو الجسم مش بيحرقه بالحركة. ناس كتير وزنهم مش كبير لكن مدمنين سكر وعندهم دهون كبد ودهون داخلية من غير ما يبان عليهم. اتنين، التوتر والضغط العصبي المزمن. لما بتعيش دايما تحت ضغط، شغلك، مشاكلك، قلة النوم، الجسم بيزود إفراز الكورتيزول، وده هرمون لو ارتفع لفترة بيزود تخزين الدهون الحشوية. المخ بيترجم الضغط النفسي كخطر، فبيخزن الطاقة حوالين الأعضاء علشان يحميك. 3، قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة. العضلات لما بتتحرك بتحفز الجسم إنه يحرق الدهون أكتر، لكن لو بتقضي يومك على مكتب أو قدام الموبايل، الجسم بيبدأ يخزن السعرات حوالين الأعضاء لأن مفيش طلب خارجي للسعرات دي. والغريب إنك ممكن تلعب رياضة لمدة ساعة كاملة لكن تقعد باقي اليوم من غير حركة، فتفضل الدهون دي موجودة. 4، قلة النوم أو النوم غير المنتظم. النوم مش رفاهية، هو تنظيم للهرمونات، وأول ما النوم يختل بيحصل خلل في هرمونات الجوع والشبع وهرمون الكورتيزول، وبيرتفع تخزين الدهون الداخلية. يعني اللي بينام 4 أو 5 ساعات بس حتى لو بياكل قليل، جسمه بيميل لتخزين الدهون حوالين الأعضاء أكتر من غيره. 5، مقاومة الأنسولين، ودي من أكتر الحاجات اللي بتسرع تراكم الدهون الحشوية. لما الجسم يبدأ ما يستجيبش كويس للأنسولين، بيزود تخزين الدهون في الكبد والبطن، وده بيخلي الدورة تدخل في دائرة مغلقة. دهون هتزود لك مقاومة الأنسولين، فمقاومة الأنسولين تزود لك الدهون أكتر، وهكذا. والأخطر إن كل العوامل دي ممكن تبقى موجودة عند حد وزنه مش عالي، وده بيخلي الدهون الحشوية عدو خفي محدش بيشوفه لكنها شغالة طول الوقت في الخلفية. نيجي بقى لأهم جزء معانا النهاردة، إزاي تتخلص من الدهون الحشوية بشكل عملي وفعال. أول حاجة لازم تعرفها، الدهون الحشوية بتستجيب بسرعة، بس مش للحمية القاسية أو للحرمان، بتستجيب للتغيير الذكي في نمط الحياة. الهدف مش بس إنك تخس على الميزان، الهدف إنك تغير إزاي جسمك بيشتغل. واحد، امشي كل يوم على الأقل 30 ل 45 دقيقة. المشي مش بيحرق سعرات، ده بيحفز العضلات تستهلك الجلوكوز والدهون، ويقلل مقاومة الأنسولين، وبالتالي بيقل تراكم الدهون حوالين الأعضاء. يعني مش لازم تجري ومش لازم تمرين معقد، المشي المنتظم كافي يفرق فعلا. 2، قلل السكر الأبيض والعصائر المصنعة قدر الإمكان، وابدأ بحاجة بسيطة. قلل مثلا السكر في الشاي والقهوة، استبدل العصير بالمية أو بمشروب فريش من غير سكر، وبص على مكونات أي منتج قبل ما تشتريه. لو لقيت شراب الجلوكوز أو فركتوز، قلل منه فورا. لما تقلل السكر، الجسم بيبدأ يستخدم الدهون المخزنة بدل ما يضيف عليها. 3، عدل نومك قبل ما تفكر في الأكل. النوم من 6 ل 8 ساعات متواصل ومنتظم بيعدل هرمونات الجوع والكورتيزول والأنسولين، يعني جسمك بيهدى وما بيبقاش مضطر إنه يخزن دهون حوالين الأعضاء علشان يواجه الضغط اليومي بتاعك. جرب تنام ساعة بدري لمدة أسبوع، وهتلاحظ نشاط أكتر ومغص أقل ورغبة أقل في الأكل العشوائي. 4، قلل التوتر. مش دايما تقدر تمنع الضغوط، بس تقدر تغير طريقة استجابتك ليها. حتى لو عملت 10 دقايق استرخاء في اليوم، تنفس عميق أو قراءة قرآن أو تأمل أو رياضة خفيفة، كل ده بيهدي الكورتيزول، وأي حاجة تخفف الكورتيزول بتساعد جسمك إنه يخرج من وضع التخزين والطوارئ لوضع الاستقرار والحرق. الدهون الحشوية بتحب التوتر وبتعيش عليه، فكل ما هديت كل ما جسمك بدأ يتخلص منها. 5، جرب الصيام المتقطع. لو حالتك الصحية تسمح، الصيام المتقطع بيساعد الجسم إنه يدخل في حالة حرق الدهون أكتر، وخاصة الدهون اللي حوالين الكبد ودهون البطن. ابدأ بنظام بسيط، 16 ساعة صيام، 8 ساعات أكل، لكن دايما اسأل طبيبك لو عندك سكر أو بتاخد أدوية معينة قبل ما تبدأ في الصيام المتقطع. 6، غير اختياراتك اليومية لأن هي اللي بتتراكم وبتعمل نتيجة. بدل العيش الأبيض بخبز أسمر، بدل القعدة على الكرسي بحركة كل نص ساعة، بدل الحلويات بالفواكه اللي فيها ألياف عالية. مش لازم التغيير يكون 100% من أول يوم، لكن كل خطوة بتقربك من جسم صحي فعلا، من جوه مش بس من بره.
اللي بيخلّي الدهون الحشوية خطر هو إنك ما تبقاش حاسس بيها، لكن اللي بيخلّيها تتراجع إنك تبدأ تاخد خطوات بسيطة النهارده وتكمّل عليها. تعالوا نلخّص الكلام اللي قُلناه، الدهون الحشوية مش لازم تبان في شكلك، لكن تأثيرها بيبان في تحاليلك، في طاقتك، في نومك، وفي صحتك على المدى البعيد. مش لازم تنتظر أعراض علشان تتحرك، وما فيش حاجة اسمها أنا شكلي كويس فأكيد صحتي كويسة. أنت تستاهل جسم شغال بكفاءة مش مخنوق من جوه، وجسمك هيشكرك على كل خطوة بسيطة بتاخدها ناحيته، حتى لو كانت مشي، نوم أحسن، تقليل سكر. ولو لقيت إن الفيديو ده مفيد شاركه مع حد شكله سليم بس ممكن يكون عنده دهون داخلية من غير ما يعرف، وسيب لي في الكومنتات هل عمرك عملت تحليل لدهون الجسم أو هل بتلاحظ أعراض من اللي اتكلمنا عنها. ولو حابب تعرف معلومات أكتر تساعدك في رحلتك لحياة صحية أكتر، استنى الفيديو الجاي أو شوف الفيديو اللي هتلاقيه على الشاشة دلوقتي.